بعد توجه الدولة الفترة اللي فاتت ان كل العربيات الجديدة هترخص غاز، لقينا مبادرات كتير ابتدت تطلع تشجع الموضوع ده. من ضمن المبادرات اللي هي طلعت ودي حاجة تهم الناس جدا مبادرة احلال السيارات القديمة. المبادرة دي هنتكلم فيها في الفيديو ده بالتفصيل عن كل تفاصيلها، زي قيمة التخريج، ايه العربيات المشاركة، ايه اللي تعمله، الفايدة كام بتاعة البنك، وهنتكلم ايه المشاكل الموجودة اللي لاحظها الناس اللي راحت المعرض عن موضوع المبادرة دي. كل ده هنناقشه بالتفصيل في الفيديو. يلا بينا بعد الفاصل. تعالوا نشوف الحكايه ابتدت ازاي. الحكايه دي ابتدت لما الحكومه اطلقت البرنامج القومي اللي هو للتحويل واحلال السيارات القديمه العمل بالغاز الطبيعي. كان المستهدف بتاع البرنامج ده اللي هو العربيات اللي عدى عليها اكتر من 20 سنه. طب ايه المركبات دي يا محمد؟ المركبات دي اللي هي تشمل العربيات الاجره، الميكروباص، الملاك. مده المبادره دي هتكون 3 سنين على 3 مراحل. ويجي بقى هنا السؤال المهم، طب ليه المبادره دي يعني، او ليه هيخلوها العربيات كلها تشتغل بالغاز؟ ليه ما كانت شغاله بنزين وزي الفل؟ الفكره ان سعر متر الغاز نص سعر متر البنزين، يعني انت هتوفر نص الميزانيه قدام. يعني النهارده لو كنت انت بتدفع 1000 جنيه على البنزين، دلوقتي هتدفع 500 جنيه على الغاز في الشهر. فبالتالي الموضوع ده لو طبق صح هتلاقي ان سعر الاجره بتاعت الميكروباص قلت، سعر اجره الاتوبيس مثلا قلت، هتلاقي اسعار قلت بشكل عام، لان انت عارف ان البنزين ده سلعه اساسيه. السلعه دي لو غلت بكل حاجه بتغلى، سعر الخضار كل حاجه بتغلى بناء على البنزين دوت. وزي ما احنا شفنا طلع قرار اللي هو بتاع شعبة البنزين تثبيت سعر البنزين الثلاث شهور الجايين. ايه القرار ده؟ اللي هو بيطلع كل 3 شهور، بيشوفوا الاسعار العالميه كام، بناء عليه بيثبتوا سعر البنزين، بيعلوه بينزلوه، دي على حسب ما هم بيقولوا. غير ان هيتم محافظه على البيئه، ان طبعا مش هيبقى فيها عوادم كتير، لان اصلا الغاز ده صديق البيئه. الحاجه الثالثه والاهم ان اصلا المبادره دي كل اجهزه الدوله شغاله فيها، الحكومه مركزه فيها جدا جدا لانها تكليف من الرئيس، فطبعا مركز فيها وزاره التجاره والصناعه ووزاره الداخليه، كلهم بيتعاونوا مع بعض، فلو في مشكله ظهرت بتتحل على طول. واخر حاجه زي ما احنا شايفين ان الدكتور فخري قال ان 40% من وارداتنا هتتوفر لو احنا استخدمنا كلنا الغاز الطبيعي، لان خلاص مش هنستورد بترول قوي زي الاول. طب الله، ما انتوا لما تحولوا كله غاز، امال كل البنزينات دي هتروح فين؟ كان هنا الكلام ان كل البنزينات تفضل شغاله زي ما هي عادي خالص. في بنزينات لسه جديده البنيه التحتيه بتاعتها كويسه، تقدر ان هي تركب التنكات اللي هي الغاز ديت، وفي بنزينات ما تقدرش، فهتفضل زي ما هي بنزين. غير ان الدوله بتبني اكتر من 600 محطه غاز على مستوى الجمهوريه كله. ويجي واحد يقول لي طب ليه دخل نفس الحوارات دي كلها؟ ارد عليك واقول لك النهارده لو جالك واحد يقول لك انا هاخد العربيه بتاعتك القديمه ديت، تمام، وهديك فلوس مقدم وهدخلها لك في عربيه جديده وهقسطها لك على فايده قليله جدا لا تقارن بالموجود، هتاخدها ولا لا؟ هتيجي تقول لي طب ايه ده؟ طب ما انتوا ممكن تاخدوها مني بسعر قليل جدا. يعني النهارده نفترض انا معايا عربيه 128، العربيه دي قيمتها في السوق 20000 جنيه، النهارده لما تيجي تاخدها مني انت ممكن تضحك عليا وتقول لي انا هاخدها منك ب 5000 جنيه بس عشان انت هتخرجها. طيب هنفترض ان انت فعلا انا هاخد منك العربيه دي ب 5000 جنيه، ال 5000 جنيه انت خسران 15000 جنيه، رقم كبير. بس تعالى النهارده لو انا بعتها فعلا ب 20000 جنيه ورحت اشتري عربيه جديده، وهروح ايه العربيه دي هقسطها على بنك، فاقل بنك موجود في السوق دلوقتي 7.5 8%. فلو قلنا 8% اقل عربيه موجوده في السوق، يعني بتعمل لها ايه 200000 جنيه لو عربيه كويسه. يعني شوف 200000 جنيه دي لو انت هتدفعهم، يعني انت بتدفع في السنه 8% فايده، يعني عن 200000 جنيه دي 16000 جنيه، فانت هنا بدافع قدامها فايده عاليه. انما هنا لو هو حتى خدها بقيمه تخريج قليله، انما العربيه ديت انت قسطها لمده 10 سنين قدام بفايده قليله جدا 3%. الفايده دي مش موجوده في السوق يا جماعه. دي اصلا مبادره التمويل العقاري اللي هي الشقق بارقام كبيره جدا بتاعت الاسكان الاجتماعي بتبقى ب 5% و7%. فنصيحه لازم تعملها لو عندك عربيه معديه ال 20 سنه. طب ايه الموضوع ده بيمشي ازاي؟ يعني ايه الخطوات؟ انا هعمل ايه؟ اول حاجه انت بتخش على الموقع اللي هو اسمه جو جرين، وبتخش تقدم على العربيه او تقدم مستندات العربيه اللي انت عايزها. وممكن نبقى نشرح في حلقه بعد كده ازاي تعمل انشاء حساب على الموقع وازاي تقدم على العربيه بطريقه عمليه. المهم بعد ما بيتوافق عليك بتطلع شهاده بيانات وبعد كده شهاده تخريج، وبيتم تخريج العربيه دي في كيلو 10 ونص طريق مصر اسكندريه الصحراوي. بعد كده هيدوك شيك مقابل تخريج العربيه القديمه، وده يعتبر مقدم للعربيه الجديده. ومن هنا هتبدا اجراءات تقديم على قرض العربيه. قبل ما نخش في شروط اجراءات قرض العربيه او ايه الورق المطلوب او كده، يجي السؤال اللي بيشغل ناس كتير، طب ايه اصلا العربيات المشاركه؟ ايه العربيات اللي انت ينفع لو انت خرجت عربيتك تاخد عربيه مكانها اللي هي كانت مشاركه في المعرض؟ كانت عربيه الكيا اوبتيما، الهيونداي اكسنت ار بي، الهيونداي الانترا اتش دي، نيسان صاني، النيسان سنترا، وفيات دوبلو، غير اللادا جرانتا والبي واي دي اللي هي اف 3 وشيفروليه اوبترا. وكان في عربيه ام جي في المعرض بس ما لقوش ان هي ايه ان الام جي ينفع تبدل عربيتك دلوقتي في الوقت دوت، بس ممكن قدام شويه تلاقي الام جي بقت متاحه. السؤال اللي كان بيشغل ناس كتير، قيمه التخريج كام؟ النهارده لما انا اديكوا عربيتي هتدوني عليها كام؟ الصراحه السؤال دوت فيه كلام، يعني ما حدش عارف الكلام بالظبط، لان
الدكتور نيفين جامع قالت ان اقصى حد هنديه العربيه 50,000 جنيه. بس الناس اللي في المعرض ما لقيتش فيه اجابه واضحه، اللي هي الناس اللي راحت معرض جو جرين، ما لقيتش فيه اجابه واضحه على قيمه تخريج كام. يعني النهارده لو انا معايا عربيه 128 هل هتساوي مع عربيه مرسيدس قديمه؟ ازاي؟ يعني النهارده لو هبيعها في السوق مرسيدس اكيد اعلى، طب 128 اقل، هل نتساوي ببعض؟ ده السؤال اللي لسه محدش عارف اجابته لحد دلوقتي. في حاجات مهمه لازم تاخد بالك منها جدا وانت داخل على الموضوع ده، ان اول حاجه لازم تكون العربيه رخصتها ساريه، لان معظم الناس اللي عندها عربيات قديمه ممكن تكون عدت بالخمس ست سنين اصلا ما رخصتش عربياتها او ما جددتش رخص عربياتها. الحاجه الثانيه والاهم ان انت لو شايل العربيه دي من اي حد بتوكيل مش هيعتدوا بالتوكيلات دي خالص، هم هيعتدوا بالاسم الموجود على الرخصه. فلازم لو انت مش صاحب العربيه لازم تروح تغير وتخلي اسمك هو اللي على الرخصه. طب ايه شروط التمويل وايه الورق المطلوب؟ ده اللي احنا هنشوف في الانفوجراف ده دلوقتي، خليكم معايا. للمتابعه اكتر في موقع اسمه جو جرين هتلاقوه تحت في الوصف، وفي هم عملوا خط ساخن اللي هو 16733 لو عندك اي استفسار. في نهايه الفيديو يا رب اكون قدرت افيدكم وقدرت اجاوب لكم على اكتر الاسئله اللي كانت بتدور في دماغكم. لو حد عنده اي استفسار او طلب يبعت لي وانا برد عليه في خلال يوم او يومين بالكتير، ومنتظر حضراتكم في اللايف الاسبوعي بتاعنا بنناقش فيه مواضيع كتير وبنتكلم مع بعض في التعليقات. وما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب اهم حاجه للقناه. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا ليكم.